السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم. الآن بث مباشر من مدينة سلا، وبالضبط أمام بنك الشعبي، وكالة البنك الشعبي. كما تشاهد محاولات لإطفاء الحريق الذي أخمده المحتجون، فئة من المشاغبين المحتجين التي قامت بأعمال كارثية على مستوى مدينة سلا. كما نشاهد الإطفاء الوقاية المدنية يحاولون الجاهدين بكل ما أوتوا من قوة من إطفاء الحريق الذي تم إشعاله من قبل المخربين. للأسف الشديد وصلنا أيضا أن هناك بعض أعمال الشغب في كل من مراكش وتارودانت وأيضا سيدي بيبي، وقد وصلني على الفيسبوك أنه تم إحراق مكان مكتب الحالة المدنية في سيدي بيبي على ما أعتقد. لست متأكدا، ولكن الذي أنا متأكد منه وما أراه بعيني وما ترونه أمامكم هي وكالة البنك الشعبي التي يتم إطفاء الحريق حاليا. للأسف الشديد الأمور بدأت تخرج عن السيطرة، وهذا ليس في صالح أحد، ليس في صالح أحد إلا في أعداء الوطن. للأسف الشديد ليس في صالح المحتجين، وليس في صالح الشعب برمته، وليس في صالح السلطة التي تكبدت خسائر كبيرة. وهذا أيضا لا يعني للأسف الشديد لم نكن نتمنى هذا الشيء. وكانت الاحتجاجات يوم السبت والأحد كانت احتجاجات سلمية راقية رغم التدخل الأمني الصارم والغير مقبول، ولكن رغم ذلك لم تخرج عن السيطرة إلا في يوم الاثنين، ثم بعد ذلك يوم الثلاثاء والأربعاء. للأسف الشديد كما تشاهدون قام مجهولون ملتمون رغم وجود الكاميرات بإحراق المكتب وكالة البنك الشعبي. كما نشاهد وصلنا الكثير من الصور، الكثير من الفيديوهات التي شاهدنا والتي يندى لها الجبين والتي نتأسف لها فعلا، ونتمنى أن يكون اليوم آخر يوم في هذه الاحتجاجات المخربة التي ستؤدي لا محالة إلى كوارث. المغرب ليس في حاجة إلى مثل هذه الصورة التي نسوقها نحو الخارجية، صورة جيدة، ولكن ما يحصل الآن يصور صورة سلبية جدا ومخيفة للمغرب المقبل على عدة تظاهرات. المغاربة المحتجون المغاربة في الأساس كانوا يطالبون بالصحة والتعليم، ولكن كما نشاهد التطاول ونحو البنك الشعبي، وأيضا مختبر التحليلات فوق الذي شبت فيه وصلته بعد النيران. كيفاش انتم كتطالبوا بالصحة وكتشعلوا العافية في المختبر ديال التحليلات؟ صحيح انه مختبر خاص، ولكن رغم ذلك راه كاينين الناس اللي غادي يجيو غدا غيبغيو يديروا التحاليل، غيمشيو غيضربوا الطريق. يعني كتزيدوا عليا لاخوتكم. شوفوا معايا هاد الوراق ديال البنك، هاد الشيء اللي كتشوفوا وراق خارجين فيهم الوراق ديال البنك، فيهم الوراق ديال التحاليل. هاد الشيء راه اسمحوا لي نقول لكم هاد الشيء راه ماشي معقول والله العظيم. ما عرفتي شنو بان لي حتى البنك؟ بان لي داك حضري بارفان ديال الاخ الحضري اللي كيدير العطور. على اي حال شنقول لكم، لا اله الا الله، الاجواء متوتره جدا. كاينين ربما الناس اللي ساكنين الفوق حتى هما اللي تخلعوا. شنقول لكم هذا الشيء هدايا. وكنقول لكم هاد الناس اللي شعلوا الحريق غادي يدفعوا الثمن باهظ. راه المخزن ما كينساش، وكاينين الكاميرات وغادي يتم تفريغ الكاميرات، واللي حصل غادي يتربى، غادي يخلص كاش، غادي يخلصها مضوبله اضعاف مضاعف. صحيح انكم كتشوفوا، انا كنوجه خطاب لهذوك المخربين، صحيح انكم كتشوفوا الدنيا مخلطه وكتعطاكم في الاول كتعطاكم واحد الفرصه تعبروا، كي كتسيفوا من بعد، ولكن راه غادي يدفعوا الثمن. راه اي واحد غادي تجبدوا الكاميرات، غادي يجبدوه وحدين اخرين، غادي يقول لك كان معنا فلان وكان معنا فلان، وفي الاخر غادي نشوفوا والديهم كيخرجوا في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الجرائد الالكترونيه وكيقول لك لا ولدي مظلوم، ولدي كان بريء، ولدي ما كانش، ولدي هادي. فلهذا هذا الشيء ما فيهش حتى شي واحد.
كنتمنى ان هذا يكون اخر البأس وما نشوفوش هذا الشيء هذا، يعني هذه الليله تكون هي اخر الحد ديال هذا الشيء. وش نقول لكم، لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله في ريوسكم هو الاول، وفي البلد ديالكم وفي خوتكم، لان هذا الشيء هدايا الناس متضررين. كاينين الناس في الباطمه الفوق اللي متضررين، تخلعوا. ها انتم كتشوفوا هذا واحد ضريب بارفان، ما تضرش، رغم ذلك ما تضرش، حفظوا الله. على اي حال ما تنساوش تتابعونا من اجل المزيد ومن اجل الجديد، والسلام عليكم ورحمه الله.